لما بتحصل أزمة سياسية فجأة والسوق كله بيتهز، طبيعي جدا إننا نحس بالقلق. بصراحة ده شعور كلنا بنمر بيه. لكن الحقيقة إن الخوف ده مش نهاية القصة، بالعكس ممكن يكون تحدي متوقع جدا. وفي الشرح ده هنشوف مع بعض إزاي بالظبط نقدر نحول الفوضى واللخبطة دي لخطة تداول واضحة ومنظمة. وده بقى يودينا للسؤال الأهم. طب إزاي يعني اللحظات اللي فيها أكبر كمية خوف وذعر في السوق ممكن تكون هي أحسن فرصة عشان نشتري؟ السر كله في كلمة واحدة: الخطة. لما يكون في خطة واضحة بنقدر نفصل تماما بين التفكير المنطقي وبين البيع العشوائي اللي بيحصل بسبب الخوف والهلع. وحابب أوضح نقطة مهمة جدا هنا. الخطة اللي هنتكلم عنها دي مش مجرد رأي شخصي أو اجتهاد، لا، دي خلاصة منهجية كاملة مبنية على بيانات وتحليلات تاريخية. المادة العلمية دي تم تجميعها بواسطة الدكتور محمد سعد في جروب ملاحظات متداول من القاهرة للرياض، عشان يقدم لنا رؤية عملية ومنظمة نقدر نمشي عليها في الأوقات الصعبة دي. طيب، خريطة الطريق بتاعتنا في الدقايق اللي جاية بسيطة وواضحة. عندنا 4 محطات رئيسية. الأول هنشوف أساسيات اللعبة في كتيب استثمار الأزمات. بعد كده هنتحرك لأول خطوة وقت الصدمة الأولانية. بعدها هنبدأ مرحلة البحث عن القاع. وفي الآخر هنشوف إزاي نركب موجة التعافي. تمام، يلا بينا نبدأ بأول قسم: أساسيات الإبحار وقت العاصفة. لأن بصراحة قبل ما نفكر في أي قرار بيع أو شراء، أهم حاجة إن العقلية بتاعتنا والاستراتيجية تكون جاهزة ومترتبة صح. أول وأهم مفهوم لازم نفهمه كويس جدا هو اللي بنسميه الضحية الخطأ. تخيلوا كده معايا، في شركة قوية ماليا، شغلها الأساسي أصلا مش متأثر بالأزمة، بس فجأة سهمها بينهار. ليه؟ عشان موجة البيع الجماعي والخوف سحبت كل حاجة معاها لتحت. السوق في الوقت ده بيبقى عامل زي العاصفة اللي مش بتفرق بين الصح والغلط، ودورنا احنا بقى هو إننا نلاقي الجوهرة دي، الشركة اللي تعاقبت بالغلط وسط كل الفوضى دي. طيب، السؤال دلوقتي إزاي نصطاد الضحية دي؟ الموضوع ليه مواصفات واضحة زي تشيك ليست كده بندور عليها. أول حاجة، مكانها الجغرافي يكون بعيد عن منطقة الصراع نفسها. تاني حاجة، ميزانيتها تكون قوية وديونها قليلة جدا. تالت حاجة، إنها تكون شغالة في قطاع دفاعي، يعني قطاع الناس محتاجاه في كل ظروف زي الرعاية الصحية أو الأكل والشرب. والنقطة الأهم بقى، إن توقعات أرباحها السنوية لسه زي ما هي مستقرة أو حتى بتزيد. كمثال، في مصر ممكن تكون شركة بتصدر وإيراداتها بالدولار، وفي السعودية ممكن تكون شركة ليها علاقة برؤية 2030 وبتاخد دعم مستمر. تمام. وقبل ما العاصفة تضرب أصلا، في خطوة تحضيرية في منتهى الأهمية، وهي إننا نجهز شنطة الكاش. ده معناه إيه؟ معناه إننا بنبدأ نبيع الأسهم اللي بتتأثر قوي بالأزمات زي السياحة والطيران مثلا، ونوفر سيولة كاش بنسبة من 20 ل 30% من المحفظة. الكاش ده هو الذخيرة بتاعتنا اللي هندخل بيها المعركة. وهنا بقى بتيجي استراتيجية ذكية قوي اسمها شرايح الكاش. بصوا، محاولة تخمين القاع فين بالظبط دي حاجة شبه مستحيلة، فبدل ما نعمل كده بنقسم الكاش اللي جهزناه ده على 3 أو 4 شرايح متساوية. أول شريحة بنستخدمها بعد أول هبوط كبير يحصل، والشرايح اللي بعدها دي بنستخدمها مع كل قاع جديد السوق بيعملوه. الطريقة دي منظمة جدا وبتقلل المخاطرة وبتخلينا نبني المراكز بتاعتنا بشكل تدريجي ومدروس. حلو قوي. كده احنا جهزنا الأساسيات والعقلية المطلوبة. دلوقتي بقى ندخل في قلب الأكشن، المرحلة التانية، التحرك الأول. يا ترى إيه هي الخطوات العملية اللي المفروض نعملها في أول أسبوع من الأزمة؟ الوقت اللي بيكون فيه الخوف والهلع مسيطرين على كل حاجة. والخط الزمني ده بيلخص الخطة كلها بشكل ممتاز. شوفوا معايا، قبل الصدمة جهزنا الكاش بتاعنا. في الأسبوع الأول بندخل بأول شريحة من الكاش ده. من الأسبوع الثاني للرابع دي مرحلة البحث عن القاع. وبعد ما يعدي أول شهر بنبدأ نتحول لوضع التعافي. الخطة هنا محددة ودقيقة جدا. مع أول موجة هلع تحصل في السوق، أول شريحة من الكاش اللي هي حوالي 25% بتتوجه فوراً وفقط للقطاعات الدفاعية. بنتكلم عن الطاقة، المرافق، الأغذية الأساسية. الهدف في المرحلة دي واضح وصريح: حماية رأس المال هي الأولوية الأولى والأخيرة. تمام، عدينا من الصدمة الأولى. دلوقتي ندخل على المرحلة الثالثة، ويمكن دي المرحلة الأكثر حساسية وخطورة: رحلة البحث عن القاعة. في المرحلة دي أهم سلاحين معانا هم الصبر والانضباط، لأن السوق بيبقى بيحاول يلاقي أرض يقف عليها. وهنا في رقم مهم قوي، ممكن نعتبره رقم سحري لازم نخليه في بالنا دايما: 22. إيه قصة الرقم ده؟ البيانات التاريخية بتقول لنا إن السوق في المتوسط بيحتاج حوالي 22 يوم علشان يوصل للقاع الحقيقي بتاعه بعد الصدمة الأولى. الرسالة هنا واضحة جدا: بلاش استعجال. الصبر هنا مش مجرد حاجة كويسة، لا، الصبر هنا هو الاستراتيجية نفسها.
والمقولة دي بتلخص فلسفة الاستثمار الناجح وقت الأزمات. بتقول إن أحسن وقت للشراء هو لما مؤشر الخوف أو الفيكس بيكون في أعلى مستوياته، مش لما الأسعار تهدى والأخبار تبقى كويسة. يعني بالعربي كده، الوقت اللي الكل بيبيع فيه بخوف هو ده الوقت اللي الشجعان بيشتروا فيه، والتاريخ أثبت إن الشجاعة دي هي اللي بتحقق أكبر مكاسب. طيب إمتى بالظبط نستخدم الشريحة التانية والتالتة من الكاش؟ الموضوع مش عشوائي، في علامات وإشارات واضحة بنستناها. أول علامة إن السوق يعمل قاع سعري جديد، يعني يكسر القاع اللي قبله. تاني علامة إن يحصل ارتداد لفوق ويفشل ويرجع تاني يختبر القاع الأولاني. ده غير إن في علامات خاصة بكل سوق، يعني في السوق السعودي بنبص على استقرار سعر البترول فوق $90، وفي السوق المصري بنستنى نشوف أي علامات استقرار للعملة. ودلوقتي نوصل للمرحلة الأخيرة والمرحلة الممتعة، ركوب موجة التعافي. بعد ما الشهر الأول الصعب ده بيعدي، بيجي وقت نغير طريقة التفكير بتاعتنا ونجهز المحفظة لمرحلة الصعود اللي جاية. وهنا التحول الاستراتيجي بيبقى واضح قوي. بنغير الخطة بتاعتنا من وضع الدفاع اللي كان كل همه حماية راس المال لوضع الهجوم. التركيز بيتحول من الأسهم الدفاعية اللي بدأنا بيها لأسهم النمو والبنوك القوية، لأن هي دي عادة اللي بتقود السوق في مرحلة الصعود. بس استنوا، لسه في شريحة كاش أخيرة. دي بقى بنستخدمها إمتى؟ الشريحة دي بالذات مش بنستخدمها غير لما ناخد الضوء الأخضر الأخير والحاسم، وهو إننا نتأكد إن الأزمة دي اتحجمت ومش هتتحول لأزمة اقتصادية عالمية. يعني الدخول بكامل السيولة بيستنى لغاية ما الرؤية الكبيرة تبقى واضحة. وخلال كل المراحل دي من أولها لآخرها في قاعدة ذهبية ما ينفعش نتهاون فيها أبداً: إدارة المخاطر. وقت الأزمات بالذات القواعد لازم تبقى صارمة أكتر، يعني المخاطرة في كل صفقة لازم تقل بشكل كبير، من 2 ل 3% في الأوقات العادية ل 1% بالكتير، ووقف الخسارة لازم يكون محدد بدقة 3 ل 5% تحت القاع. لو السعر كسره بنخرج فوراً من غير أي تردد ونستنى فرصة تانية. الرسم البياني ده بيوضح الفكرة قوي. حجم المخاطرة وقت الأزمة لازم يقل لأكتر من النص. لازم نفتكر دايماً إن في الأوقات دي الهدف الأول مش إننا نحقق أرباح خرافية. الهدف الأول هو إننا نفضل عايشين في السوق، البقاء في اللعبة، لأن الحفاظ على رأس المال هو اللي هيدينا القوة بعد كده عشان نقدر نستغل فرص التعافي لما تيجي. في الآخر الخطة دي كلها بتسيبنا مع سؤال واحد جوهري: الأزمات دي جزء من طبيعة الأسواق، هتحصل. فالسؤال الحقيقي مش هو يا ترى هتحصل أزمة تانية، لأ، السؤال هو هل إحنا مستعدين ليها؟ لأن لما بيكون معانا خطة جاهزة، الخوف من المجهول ده بيتحول لثقة وقدرة على إننا نواجه أي تحدي ممكن يجي في طريقنا.